السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي النهاردة للأمهات اللي بتقول لولادها قوم قامت قيامتك أو نام نامت عليك حيطة أو غورك غورة أو ربنا يهدك زي ما انت هدت حيلي، والكلام اللي كله دعا ده. انتي ممكن بجد تكوني سبب في هلاك أولادك، والغريب بقى ان لما تيجي تنصح حد يقولك ربنا عالم بنيتي، أكيد مش قصدي أدعي عليه. ربنا عالم بنيتك، ما اختلفناش، لكن ممكن يستجيب. احنا مش بنهزر مع ربنا، ربما صادف وقت استجابة الدعاء فاستجيب. شعورك هيكون ايه ساعتها؟ يحضرني موقف لأم اتصلت على إذاعة القرآن الكريم أثناء برنامج فتاوى، بتبكي بكاء يشيب له الرأس، لا يكاد صوتها يسمع من هول بكائها. بتقول للشيخ أنا قتلت ابني يا شيخ، فالشيخ بيحاول يهديها عشان يعرف الحكاية. الشيخ سألها ازاي؟ قالت له كنت كل ما يغضبني أدعي عليه، أقول له ربنا ياخدك، ربنا يريحني منك، ربنا يشيلك من وشي. وتكمل وفي يوم دعيت عليه وأنا مكسورة ومقهورة، وبعدها بوقت قصير مات. الشيخ بكى وقال لها يا أختي دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، فكيف بدعاء الأم؟ ثم وجه كلام شديد للأمهات والآباء إن الدعاء على الأولاد خطر عظيم، وإن الكلمة وقت الغضب قد تهلك. هيحصل إيه لما تغيري كلامك مع أولادك بنية صلاحهم؟ بدل ما تقولي ربنا ياخدك قولي ربنا يهديك، وبدل ما تقولي ربنا ينتقم منك قولي ربنا يصلح حالك، واصرخي بيها لو ده اللي هيهديكي يعني، لعلها تصادف ساعة استجابة فتفوزي ويفلح أولادك، وبس كده.